ذهب لا يقاوم. اللي انتوا شايفينه في الصوره دوت للعبه دونكي كونج بانانزا في البث المباشر. لو بصيت على الباك جراوند هتلاقي مربعات كده او بلوتشز، ده اسمه الكومبريشن ارتيفاكتس. يمكن في فيديو الضغط اللي انا اتكلمت عليه او الكومبريشن قلنا انه علشان يقدر يضغط اكتر بيضطر يرمي فريكونسيز اكتر من الصوره بعد ما يحولها للفريكونسي دومين، وده بيبقى واضح جدا في الفيديو اللي انتوا شايفينه دوت، نتيجه ان الانترنت بطيئه فبالتالي بيرمي فريكونسيز اكتر فبتبان. ناس هتسالني طب في البث المباشر بتاعك في لعبه هولو نايت ليه ما كانتش البلوتشز دي باينه؟ ده نتيجه اللي احنا قلناه برضو، ان الضغط او الكومبريشن الجوريزم بيبقى ليه بيست كيس سيناريو وورست كيس سيناريو. الالعاب اللي الكاميرا بتتحرك فيها وفي بارتيكلز افكت ما يقدرش يتوقع الفريم الجاي هيبقى فيه ايه، بيبقى البلوتشز دي بتبان اكتر. لكن العاب السايد سكرولنج او الكاميرا الثابته نسبيا بيقدر يتوقع الكاميرا تتحرك شمال او يمين، فالالجوريزم يقدر يحل المشكله دي.